السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ معاكم يوسف عبد الرحيم من قناة بوزيتيف انرجي، والنهارده هنتكلموا عن حاجة جديدة خالص الا وهي التخطيط لسنة جديدة. فلو انت بتعمل حاجة وكده وعندك شوية وقت فاضي، فممكن بس تعمل كوباية قهوة او شاي او اي حاجة انت بتحب تشربها، عشان الفيديو ده هيبقى طويل شوية. وهات محتاجين معانا ورقة وقلم، يعني هات ورقة وقلم معاك خليهم، واعمل حاجة كده اشربها، ويلا بينا ايه نشوف هنعمله ايه في الفيديو ده. يلا بينا. عملنا القهوة أو الشاي أو النسكافيه اللي احنا نشربه، نخلوه بقى كده يعني جنب مننا، ونبدأ مع بعضينا. طبعا احنا ولا أول ناس هنتكلموا على التخطيط ولا آخر ناس، وهتفضل الناس تكلمك على التخطيط ممكن لمدى الحياة، وممكن تلاقي مثلا في الفترة دي تسمع يجي 30 40 60 70 فيديو. تمام، خصوصا آخر السنة بقى بيبقى في ناس عندها بقى ايه حماس آخر السنة وأول شهر بقى بداية ومش عارف ايه، فبتلاقيه بيقعد يتفرج على فيديوهات كتير والكلام ده. فاحنا ولا اول ناس هنتكلموا على التخطيط ولا اخر ناس، وده يدل على ايه؟ يدل على اهميه التخطيط. ان التخطيط ده مش حاجه اللي هو ايه هاف فن، حاجه في وقت احنا مثلا فاضيين فيه، حاجه لناس معينه وناس لا. لا، التخطيط ده حاجه اساسيه ما دام انت هتبدا سنه جديده او هتبدا حياه جديده او في حياتك عموما، لازم يكون عندك جزء او جانب متخطط في حياتك، ده لو ما كانش كل الجوانب يعني. فالتخطيط مهم لحياتك، فانت ما ينفعش تبدأ سنة جديدة او تبدأ حياتك او عموما تصحى من النوم من غير ما تخطط. فخلينا كده، بما اننا داخلين على سنة جديدة وهيعتبر حياة جديدة والناس بتبدأ بتقول بسم الله، فخلينا نشوفوا هنعمله ايه او هنتكلموا عن ايه عن التخطيط. خلينا نشوفوا هنخططه ازاي. خلينا نقوله في الفيديو ده طريقة السرد بتاعنا عن طريق أسئلة، وانا بقيت بحب الطريقة دي بصراحة في حوار سرد اي حاجة. فخلينا نقوله، هو احنا ليه اساسا محتاجين نخطط؟ ليه الانسان محتاج يخطط؟ ليه محتاج اخطط؟ هفهمك. اولا، انت ما ينفعش حياتك تبقى ماشي سايبها سبهلله كده، او زي ما بنقوله ان كنترول، انت مش متحكم فيها. ما بتعرفش تتحكم في حياتك خالص، سايبها كده. تصحى من النوم يلا انا هشوف انا النهارده هعمل ايه، اصل ممكن اعمل ممكن ما اعملش، ما عنديش اهداف. كل ده بيضيع من عمرك. وانا عايز افهمك برضو ان عمرك زي ما احنا قلنا قبل كده في فيديو، ان عمرك عباره عن دقايق، والدقايق دي بتتكون من ساعات، والساعات دي بتتكون من ايام، والايام بيتكون من شهور وسنين ولا ايا كان لحد ما نوصله لسنه. عمرك بيتكون من سنه، بتبقى بتتحكم، بتقول انا عندي 19 سنه 20 سنه 21 سنه. فلازم زي ما انت بتقيس عمرك بالسنين، برضو تقيس عمرك بانجاز السنين. يعني السنه دي ما تعديش عليك كده على الفاضي. فلازم تخطط للسنه، ولازم تخطط لحياتك. ليه البني ادم بيخطط؟ عشان ما ينفعش يصحى من النوم يسيب يوم يعدي واتنين وتلاته لحد ما يلاقي في نفسه في اخر السنه هو سنه بحالها عدت انا ما عملتش فيها حاجه. او حتى لو عمل هو مش شايف هو عمل ايه، عشان ما كتبش وسرد الحاجه دي وما كانش ليه ان هي هدف. ممكن مثلا اكون انا عملت حاجات، بس انا بما اني مش كاتبها فالحاجات دي ما حسستنيش ان انا عملت حاجه. فليه البني ادم بيخطط لحياته؟ وقلنا برضه قبل كده في فيديو ان البني ادم بيخطط لحياته عشان يبقى متحكم اكتر في حياته. وخصوصا بما اني هتكلم عن الفيديو ده في مقاطع كتير بتخص الفيديو ده، هتلاقوا فيديو التخطيط موجود تحت في الديسكربشن، ابقوا بص عليه. طيب يعني احنا بنخططه بس عشان ابقى متحكم في حياتي؟ لا طبعا، اهم حاجه في حياتك هي الوقت، وانت لازم تحافظ على وقتك. وانت عشان تحافظ على وقتك ده لازم تخطط لوقتك. هعمل ايه دلوقتي، هعمل ايه بعدين، هعمل ايه بعدين اكتر على مسافه طويله. يعني مش لازم يبقى التخطيط بتاع يوم ولا تخطيط لسنه. في ناس بتخطط لحياتها بعد 10 سنين هيعمل ايه. هو مش متحكم في بعد 10 سنين، طبعا في حاجات كونية بتحصل وأشياء كتير بتتغير، بس هو على الأقل متارجت إن هو بعد 10 سنين هيكون وصل لمرحلة معقولة. وهنفهموا معنى كلمة معقولة أو تنفع تتقاس لمدة 10 سنين في الفيديو برضه. خلينا نكمل. وكمان كلنا عندنا أهداف نفسنا نوصل لها، سواء بقى مثلا حد نفسه يخش كلية، حد نفسه يحقق تارجت معين من المال، حد نفسه تارجت معين من البادي بتاع جسمه يوصل لشيب معين. فكل واحد بيبقى مثلا عنده كمية أهداف نفسه يعملها أو حاجات نفسه يعملها. فالحاجات دي عشان يتحكم عليها لازم يخطط لها ويوزع لها. أنا هعمل ده دلوقتي، هعمل ده بعدين، هعمل ده إمتى، هعمل ده فين. لازم عشان تعرف تحقق اهدافك اللي هي موجوده عند الناس كلها، او امانيك او زي ما بتسميها. لازم تبقى مخطط لحياتك صح عشان تعرف تحقق اهدافك دي. فمن التخطيط من الحاجات اللي بتساعدك ان انت تحقق اهدافك. وبرضه من الحاجات اللي المفروض تخطط لها ان انت تخطط في كل جانب في حياتك. يعني ما تسيبش مثلا التخطيط اللي هو ايه خلاص بقى، يعني ليه اخطط عشان مش لازم اخطط، انا بعرف اذاكر وبكتب جدول المذاكره بتاعي كويس وكل اسبوع بخلص مذاكرتي. التخطيط مش في في جانب واحد. يعني انت لما تيجي تخطط، وهنعرفه ده برضه في الفيديو، انت لما تيجي تخطط مش هتخطط لجانب واحد، انت عندك
حاجة اسمها عجلة الحياة، هتظهر لك هنا كده، خلينا نيجي كده شوية اهي اللي جنب مني دي. عجلة التخطيط دي مكونة من كذا حاجة، تمام. الحاجات اللي هي مكونة منها المفروض انت تدي على الأقل لنفسك فيها في سكور من 8 ل 10، ما تقلش عن كده. يعني عندك الجانب الديني، ممكن تكون مقصر في الجانب الديني. عندك مثلا الجانب الأسري أو الاجتماعي، ممكن تكون مقصر في الجانب الاجتماعي. ممكن يبقى عندك جانب ضارب للسماء اخد سكور 10، وجوانب تانية موجودة صفر، مش موجودة أساسا في حياتك. عندك الجانب الروحي، نفسك بتشوف نفسك مثلا بتهتم بيها ولا لأ. عندك الجانب الاقتصادي، يا فرحتي أنت بتذاكر وبتعمل وبتروح الجيم ومش عارف إيه. وعندك الجانب الاقتصادي واقع، ما بتفكرش في الفلوس. كل ده برضو من الجوانب اللي في حياتك اللي لازم تهتم فيها. فأنت عندك 8 جوانب في حياتك في اسمهم عجلة الحياة. وعجلة الحياة دي ممكن تلاقي لها فيديوهات كتير قوي على النت، وإن شاء الله نبقى نعمله عليها فيديو برضو تبع سلسلة التخطيط، يعني عجلة الحياة اهي. فدي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تركز فيها في حياتك، ان انت من ضمن الاسباب اللي تخليك تخطط ان انت لو شايف نفسك ان انت في مجال معين او من حياتك او جزء من معين من حياتك مخطط له صح، في اجزاء تانية انت اكيد مش مخطط لها صح. ففكرة ان انت تخطط ده بيوريك رؤية ابعد. يعني انت لو بتبص مثلا من الحتة دي، انا والله بذاكر ومخلص حاجتي وبخطط للمذاكرة، الحياة مثلا الفكرية او التعليمية، فانت عندك 8 جوانب تانيين انت فاقدهم، تمام، او 7 جوانب تانيين انت فاقدهم. مثلا ما بتقعدش مع الاسرة، ما بتفكرش في الاقتصاد بتاعك، حياتك الروحانية رايحة، حياتك الدينية ما تعرفش حاجة عن ربنا. كل الجوانب دي لازم تتغطى. فالتخطيط من الحاجات اللي بيخليك تغطي الجوانب دي. حابب اقول لك ان ادراك الحقيقه نصف العلاج. يعني انت خلاص عرفت مثلا انا مشكلتي فين، ان انا ما بخططش، او انا مثلا بخطط لجانب وفي جوانب تانية بسيبها. هبتدي بقى اخطط انت كده يعني خلاص. يعني انا ممكن اسيبك، ممكن تقفل الفيديو هنا لو مش عايز تكمل خلاص، بس اقعد بقى شوف انت هتخطط ازاي. ابتدى عايز حد طبعا يساعدك، كمل الفيديو هقول لك تخطط ازاي. طيب انا جاوبت لك دلوقتي على نص المشكله، اللي هو انا حتى قلت لك لو عايز تقفل الفيديو اقفله. جاوبت لك ان انت ليه تخطط. طيب دلوقتي احنا بقى محتاجين ازاي نخططه لسنه جديده، فخلينا يلا بينا مع بعضينا نشوف ازاي نخططه لسنه جديده. اول حاجه انا عايزك تجيب ورقه وقلم، ورقه بيضه خالص مثلا او ورقه فلوسكاب مسطره ايا كان، او اي ورقه قدامك، بس تكون يعني على قد ما تقدر تحاول تكون ورقه بيضه عشان تعرف تفرغ فيها اللي في دماغك. وعايزك قلم، وده انا قلت لك من اول الفيديو هاتهم، ده بقى وقته. ورقه وقلم، تمام. عايزك تفرغ كل الحاجات اللي نفسك فيها في حياتك ايا كان ايه هي. حاجات نفسك توصل لها، حاجات نفسك تعملها، حاجات بتتمناها، اي حاجه اكتبها في الورقه دي من غير ترتيب، من غير اولويات، من غير سابق اي حاجه. اقعد اكتب في الورقه دي. لا انا سايبك تكتب بجد، اقعد اكتب. اتمنى بجد ان انت تكون وقفت الفيديو قعدت تكتب كل اللي كان نفسك فيه من غير اولويات، من غير اي حاجه، عشان يعني الخطوه دي هيترتب عليها في الفيديو خطوات تانية كتير وحاجات انا كنت عايزك تطلعها من الورقه دي لو انت كنت كتبتها في ساعتها. فايده الورقه والقلم اللي انت كتبت دي فيها انت حرفيا فرغت دماغك من كل الحاجات اللي كان نفسك فيها. يعني مثلا ممكن انت كان نفسك في حاجه من قيمه 5 6 سنين ما عملتهاش فكتبتها في الورقه، كان نفسك في حاجه من قيمه سنه سنتين ما عملتهاش فكتبتها في الورقه، حاجات نفسك تعملها بعد 5 6 سنين هتكتبها في الورقه، حاجات نفسك تعملها السنه دي هتكتبها في الورقه. ده مفروض يعني كتابة الورقة الطبيعية أو أيا كان. ممكن تلاقي حاجات قديمة، حاجات نفسك تعملها قدام، حاجات دلوقتي. فعشان كده بقول لك الترتيب بتاع الورقة ده أنا عايزه عشوائي عشان أقول لك هنعمله إيه دلوقتي. طيب أول حاجة اللي أنت لازم تعملها إن أنت تفلتر أهدافك. يعني إيه أفلتر أهدافي؟ يعني إحنا زي ما قلنا في حاجات كان نفسك تعملها، وفي حاجات نفسك تعملها، وفي حاجات المفروض تعملها. أنت كتبت كل اللي في الورقة دي، فلتر أولوياتك، فلتر أولوياتك، شوف الحاجات المهمة والحاجات اللي تقدر تعملها دلوقتي. يعني مثلا نفسي يبقى معايا مليون جنيه، حد كتب كده نفسي يبقى معايا مليون جنيه او اي رقم من الفلوس. طب هل الرقم ده انت تعرف توصل له في السنه اللي دي؟ اكيد لا. فالرقم ده انت ممكن تتارجته بعدين. فلازم تحط اولويات، خطه لنفسك تقدر تعملها في السنه دي. في ناس عادي ممكن تعمل في السنه اكتر من مليون جنيه لو ربنا يكرمهم يعني، وبسم الله ما شاء الله. بس انا بتكلم عليك انت، على شخصيتك انت اللي بتتفرج على الفيديو. هل انت تعرف تعمل في السنه دي مثلا مليون جنيه؟ لا والله. طب خلاص انا مثلا بقلل الرقم، بعمل ليميت للرقم، او بخلي دي مثلا في الحاجات اللي هي مستقبليه على المدى البعيد. ببتدي مثلا ادي 3 نجوم للحاجات اللي ليها اولويه ان هي تتعمل السنه دي. زي مثلا لو واحد في ثانويه عامه فنفسه يجيب تقدير، فالتقدير ده هيجيبه السنه دي مش هيجيبه بعد 5 سنين، اما المليون جنيه ممكن يجيبهم بعد 5 سنين. فهمتني انت؟ وصل لك انا عايز اقول لك ايه؟ ان انت تختار الحاجات اللي ينفع تتعمل في السنه دي وتكتبها هي الاولويه، او تعمل عليها مثلا زي ما بقول لك 3 نجوم، او تحطها في دايره دلوقتي، تمام. فاحنا مثلا كتبنا 100 حاجه او كتبنا 10 حاجات، اخدنا من ال10 حاجات مثلا 3 4 مهمات او 3 4 حاجات كان نفسك فيها. تاني حاجه من اهدافك دي مثلا احنا قلنا خدنا 10 خدنا منهم 3. لازم مثلا الحاجات اللي كتبتها دي تكون قابله للقياس. يعني ايه قابله للقياس؟ القياس قياس متر. يعني ايه قابله للقياس؟ يعني مثلا انا دلوقتي
داخل سنة جديدة وعندي حماس ومتحمس ومش عارف ايه، انا عايز اقرا بقى وادخل عادة القراية. بالمناسبة احنا عاملين حاجة عن عادة القراية ازاي تدخلها في حياتك فهتلاقي الفيديو تحت يعني. فانا عايز ادخل عادة القراية في حياتي. طيب خلاص هدخل عادة القراية في حياتي، فانا السنة دي هقرا 100 كتاب. طب هل انت عندك القدرة ان انت تقرا 100 كتاب؟ او مثلا مش هكتب 100 كتاب، هقرا كتب. ما حددتش لنفسك، فهي حاجة لازم تكون قابلة للقياس برضو. يعني انت ما فاهم يعني، لازم تحدد لنفسك انا مثلا هقرا 5 6 كتب، هقرا 10 كتب. وبرضو بقى هي دي النقطة الجاية، ما تأفورش في الحاجة. يعني حط اهدافك على قدك، على حدودك. خلينا نتطرفوا بعدين، بس زي ما بقول لك لازم تحط حاجة قابلة للقياس. يعني ما تجيبليش مثلا والله انا هاخد كورس انجليزي. طب ما كورس الانجليزي ممكن تاخده في سنة، ممكن تاخده في سنتين، ممكن الليفلات بتاعته تطول. انا والله مثلا هاخد كورس انجليزي هخلص فيه السنة دي مثلا سي 3 ليفلات. فانا خلاص حطيت حاجه متقاسه ليها قياس. انا هاخد مثلا السنه دي هقرا 5 6 7 كتب، تمام. خلاص فانت كده قست اهدافك. مثلا انا عايز اشيل فلوس السنه دي، فانا مش بقول انا هشيل فلوس السنه دي او هدخر فلوس، لا انا هدخر اكس من الفلوس. هدخر 5000 جنيه مثلا السنه دي، هدخر 10000 جنيه السنه دي. فانا عملت قياس خلاص، حاجه بوصل لها ليميت. خلاص انا كده اتعمل لي صح، انا خلصت المهمه دي او نفذت. عشان كده بقول لك في بعض الاحيان انت ممكن تكون بتنجز حاجات في السنه بس انت ما تعرفهاش، وحد يسالك هل انجزت حاجه في السنه، فانت تقعد صوت صرصور الحقل. فمن ضمن الحاجات دي ان انت لازم تكتب اهدافك والحاجات اللي انت بتعملها عشان حتى تحس ان انت بتنجز في حياتك. لو في جانب انت مش مغطيه تعرف تغطيه، تمام. فعشان كده زي ما بقول لك لازم تكون اهدافك قابله للقياس. يبقى احنا عملنا اولويات اول حاجه، تاني حاجه حددنا الاهداف تبقى قابله للقياس، تالت حاجه لازم اهدافك تكون واقعيه. ودي اكتر حاجه بقى الناس اللي بتعمل خطط سنويه ما بتعملهاش. يعني ايه ما بتعملهاش؟ يعني كام واحد عمل خطه للسنه ويجي اول شهر تاني شهر تالت شهر بالكتير وخلاص بقى ينسى بقى، ما فاهمين؟ لا، ليه؟ خطته مش بتبقى قابله للواقعيه بحاجه. يعني مثلا خلاص واحد زي ما احنا قلنا هيقعد يقرا وهيكتسب عدد القرايه من اول السنه، تلاقيه كاتب زي ما احنا قلنا عملنا للقياس، بدل ما يكتب بقى للقياس مثلا 5 6 كتب، أنا هقرا 100 كتاب. رقم رهيب، رقم رهيب، رقم. يعني مثلا عشان توصل له لازم تكون مثلا حد بقى فاهم اللي هو بيقعد يقرا كتير، فاهم، او عنده القابليه انه يقعد يقرا كتير وانت لسه مكتسب العاده. فلازم تحط حاجه قابله للقياس تنفعك انت. زي مثلا اللي قلنا عليه واحد عايز يجيب مليون جنيه في سنه. هل انت تعرف تجيب مليون سنه؟ يعني مثلا واحد كتب ان هو يجيب مليون جنيه في سنه، هو شغله وقدرته ان هو يعرف يجيب مليون سنه. انت مثلا لسه طالب ممكن يبقى صعب ان انت تجيب مليون في سنه. فتحط هدف زي ما قلنا قابل للقياس ويكون واقعي 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 بمناسبة حياتك، مناسب لحياتك. فما تديش لنفسك تحط طموحات كبيرة وتأفور على نفسك وتيجي في آخر السنة تقول أصل أنا قريت 90 كتاب من 100. إيه يا عم؟ حلو يا عم، سقف لنفسك، حط حاجات صغيرة تقدر تعملها، تمام. ودي في عادة هنتكلموا عليها اسمها عادة الاستمرارية، هتتكلم عن حتة الحاجات الصغيرة دي جاية في فيديو إن شاء الله. فحط لنفسك هدف وطريق يكون يعني ليه اخر، فاهم؟ ما تعملش زي ما انت مثلا رايح فين مش عارف، فاهم يعني ايه اللي مش عارف. هتحط لنفسك كطريق ينفع يتقاس ويبقى طريق واقعي. فبس فلازم اهدافك تكون واقعيه. فانت وانت بتعمل خطتك حطيت اهداف قابله للقياس، القياس بتاعها يبقى قياس واقعي. ما تحطش حاجه اوفر عليك ما تعرفش تعملها. وحتى لو بتعرف تعملها ما تكتبش رقم كبير ان هو يعجزك لو لا قدر الله. فاعمل على قد ما انت تقدر بالكميه القليله، ولو عملت كميه كتير ادي لنفسك سكور عالي. مثلا احنا لو بنقيموها من 8 و9 و10 مثلا زي ما قلنا في جوانب الحياه، الحاجه اللي تعملها زياده عن الحد اللي انت عاملها ادي لنفسك فيها سكور من 10. الحاجه اللي انت تعملها في الحد بتاعك، او مثلا انت قايل ختم 5 كتب فقريت 5 كتب، ادي لنفسك سكور 9، تمام. رابع حاجه لازم اهدافك تفيد عجله الحياه بتاعتك. يعني ايه تفيد عجله الحياه بتاعتك؟ قلنا احنا عندنا 8 جوانب بنحاول نغطيهم على قد ما نقدروا، ناخدوا فيهم اعلى سكور ينفع نوصلوا له. فما تجيش بقى انت تهتم بجانب قوي، تمام، تفيد جانب قوي وتيجي على حساب جانب تاني. وخصوصا ان ال8 جوانب دول ما فيش فيهم حاجه قليله، كلهم مهمين. وفي ناس بقى بتفقد الحته دي، ودي ممكن نقعد نتكلموا فيها شويه دلوقتي مش في فيديو تاني. في ناس بتهتم في شغلها فبتنسى العيله بتاعتها. في ناس بتهتم بشغلها فبتنسى الهوايه بتاعتها. في ناس بتهتم بشغلها فبتنسى تعليمها، وان هي لازم تتعلم حتى لو خلصت تعليمي مثلا الاكاديمي. في حاجات انا لازم اتعلمها مع نفسي، ازود معلوماتي، اقرا، اعمل. ففي ناس بتيجي على جوانب، وعلى الرغم ان مثلا شغله ده بس الشغل ده مثلا مخدم على جانب تاني. زي كده من الاقتصادي، الجانب الاقتصادي عنده في السماء وشغله في السماء، بس في يجي 6 جوانب تانيين هو فاقدهم، الروحي الديني مش عارف ايه. فحتى لو انت مغطي 4 جوانب وفي 4 جوانب مش مغطيهم، يعني انت جايب نص العجله فيهم سكور كويس، ده برضو مش معناه ان انت كده تمام. لا، يعني لازم تحاول على قد ما تقدر تغطي ال8 جوانب عشان ال8 جوانب مهمين. وبعدين هتندم. يعني فكرة اللي بيهتم بالشغل وسايب العيلة
بعديه يجي فترة بيحس إن هو يعني ضيّع وقت كتير أوي هنا، على الرغم إن كان في ناس هنا لازم يهتم بيها. وعلى المثال برضه اللي قعد حياته كلّها بيجيب فلوس وبيشتغل والناس ساب تعليمه وبييجي عليه وقت هو مش معاصر الدنيا، مش مواكب، مش عارف الناس دي بتتكلّم في إيه، الناس دي بتعمل إيه. فمن ضمن الحاجات اللي ليه بتخطّط عشانها أو إزاي تخطّط عشانها، إن أنت تخطّط إن أنت تهندل ال8 جوانب. طيب يا عم برضه أنت لحد دلوقتي ما قُلتليش جملة مفيدة إزاي أخطّط، أنت لحد دلوقتي آخدني ساحلني معاك في إن أنا باخطط ليه وعشان إيه. إزاي أخطط؟ طيب معلش آخر مرة قبل ما أخلّيك بس أقول لك إزاي تخطط، هاقول لك على شوية حاجات بتخلّي الناس اللي بتخطط خططها بتفشل. أنا عايز بس قبل ما أخلّيك تكتب الخطط أو تقعد تشتغل، تكون مُلِم بالدنيا. فتعالَ أقول لك ليه بقى الناس اللي بتخطط قبل ما أنت تخطط هي ليه بتفشل أو ليه بتنسى الخطة دي أو بتسيبها. أول حاجة عشان مش باعمل اللي إحنا قُلنا عليه في أول الفيديو، اللي هو إيه، خطط عشوائية ما لهاش أولوية، غير قابلة للقياس، أهداف كتير أوي ما بتفيدكش، ما بتغطي جانب واحد، فبيلاقي نفسه زهق. يعني مثلًا الناس اللي مثلًا في ثانوية عامة، هتلاقي مثلًا لو قُلت له يالّا خُش اعمل خطة في أول الفيديو، هتلاقيه مثلًا أخلّص محاضرة وأخلّص محاضرة مش محاضرة، هُم بيقولوا حصص مش عارف معلش، أخلّص درس كذا وكذا أو باب أو ماشي مش عارف إيه، ها. خلّصتهم، بس خلاص. طب أنت في الأجازة بقى الخطة بتاعة السنة فين ولا الهوا؟ أنا حياتي التعليمية تمام، أو الجانب التعليمي بتاعي 30/10 فاهم؟ فاللي هو طب خلّصت الجانب ده بقينا في أجازة هتعمل إيه؟ فما فيش فاهم؟ فمن أكتر الحاجات دي اللي هو أنت ممكن خلاص أنا عملت خطة سنوية، الخطة سنوية فيها جانب واحد، خلّصت الجانب الواحد ده خلاص. مثلًا واحد هاقرا 100 كتاب وإحنا قُلنا بلاش الرقم ده، بس مثلًا هاقرا 100 كتاب، أقرا ال100 كتاب وبعدين؟ فلازم الخطة بتاعتك تكون زي ما قُلت لك في أول الفيديو ليها أولويات وليها قياس وتكون واقعية. ورابع حاجة زي ما قُلت لك لازم تفيد عجلة الحياة بتاعتك كاملة مش أجزاء فيها. تاني حاجة بيحط أهداف كتير غير قابلة للقياس ومش مقاسه، زي ما فهّمتك برضه فكرة إن هو إيه، أنا هاجيب مليون جنيه وهو لسه طالب، أنا هاقرا 100 كتاب وهو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا كُتب، تمام. فلازم تحط من الخطة برضه حاجات قابلة للقياس ومقاسك لحياتك أنت. ما تشوفش مثلًا واحد صاحبك بيقول أنا هاقرا 100 كتاب، طب صاحبك ده بيقرا بقى له 5، 6 سنين، فإن هو بيخلّص مثلًا كُتب سريعًا، هو بيقرا بسرعة فخلاص هو دي حياته، كذا مرّة يقرا، أنت لسه أول مرّة تقرا، فلازم أهدافك تكون على مقاسك. تالت حاجة بقى وباشوفها وهي دي بجد يمكن من أكتر الأسباب اللي بتخلّي الخطة بتاعتك تفشل، إن أنت بتشوف السَنة طويلة. يعني أنا لمّا باجي باحُط أهداف السَنة، باجي باحُط أهداف السَنة إن هي سَنة بقى 12 شهر فاهم، وحدة كبيرة أوي من القياس فاهمة، زي اللي هو بيقول لك 100 كتاب، هو بيقول 100 كتاب ليه؟ عشان شايف السَنة طويلة فاهم، 12 شهر و30 يوم، عيش 365 يوم، فشايف السَنة كبيرة، عشان كده بيحُط أهداف كبيرة، عشان كده بيبقى حاسس إن هو إيه، لسه بدري. أنا خلّصت هدف في شهر 1، 2 في شهر 3، 3، 4 أهداف، 5، 6 أهداف في أول 3 شهور. بعد كده بقى باكسّل شوية، أنا لسه بقى قدّامي كتير، لسه قدّامي 3، 4 شهور، ده أنا في 3 شهور خلّصت نُص الخطة فاهم. فعشان كده هو بيشوف السنة طويلة، فعشان كده بيبوّظ الخطة. وهافهّمك دلوقتي إزاي تخطّط وتخلّي السنة تحسّش إن هي طويلة قدّام وإحنا بنقول إزاي تخطّط. طيب يا عم خلاص وصلنا لمرحلة إن إزاي تخطّط وما فيش حاجة تانية، هاقول لك بقى إزاي تخطّط. أول حاجة عشان تخطط للسنة، آخر مشكلة إحنا لسه قايلينها هي هتبقى أول مشكلة إحنا هنحلوها. آخر مشكلة إحنا قايلينها إن أنت بتشوف السنة طويلة. أول حاجة لازم تعملها عشان تخطط، تقسّم السنة 4 فصول على 4، ف12 على 4 هتلاقي نفسك عندك وحدة صغيرة 3 شهور و3 شهور و3 شهور و3 شهور تمام. ال4 دول اللي هو الربع الأول والتاني والتالت والرابع دول هي السنة. عايزك لمّا تيجي تحط أهدافك أو تحط خطتك لا تتجاوز ال3 شهور. يعني أنا هاقول بسم الله الرحمن الرحيم بادئين سنة 2024 أهو، أنا هاسمي الله في سنة 2024، أنا باحط خطة لأول 3 شهور في السنة، ما ليش دعوة بالباقي. أنا باحط خطتي لأول 3 شهور، فأنا هاسمي الله وهاحط خطتي لأول 3 شهور، خلصوا باخش على الربع التاني، خلص الربع التاني اللي هو شهر مثلًا 4 و5 و6، خلص الربع التاني، باخش على الربع التالت والرابع هكذا. ما باخططش للسنة كلها، عشان لو خططت للسنة كلها دي مدة كبيرة أوي زي ما باقول لك هتتكاسل. أمّا لمّا بتخطط لأول 3 شهور أنت بتحط أهداف قابلة للقياس. يعني عمر ما تلاقي مثلًا الواحد اللي هو كان داخل في أول الفيديو يقول لك أنا هاحط 100 كتاب، أنا هاجمّع مليون جنيه في 3 شهور تمام. غير برضه زي ما فهمتك الناس اللي هي كده أساسًا بتعرف تعمل كده، تلاقيه بقى مثلًا ال100 كتاب لا والله طب أنا هاخد 25 فاهم. طبعًا ممكن يحس إن كمان 3 شهور قليل، يقول لك لا ممكن نخلّيهم 10 كتب، ممكن برضه أقل فتقل. فإن أنت تقسّم إن السنة على 4/4 ده هيفيدك جدًا وأنت بتحط خطتك، عشان أنت بتحط خطة قصيرة المدى لمدة 3 شهور، وخطة لمدة 3 شهور لأ أنت تعرف تهندل حالك وتعرف تعملها. طيب تاني حاجة هنعملها، إحنا خلاص حددنا هنعمله على أول
ربع للسنة. أول ربع في السنة ده متكون من 3 شهور. هل هحدد كل شهر؟ لا، هنزل الوحدة الأقل من شهر. وفي يعني كان الباشمهندس طبعا احمد ابو زيد، مش محتاج طبعا اقول في يعني في القناه عندي اكيد، يعني مش دعايه ليه، هو بسم الله ما شاء الله عليه، كان عامل فيديو ازاي تخطط لاقل وحده او اكتر وحده انت متحكم فيها هي وحده الاسبوع. هبقى اسيب لكم برده اللينك في الديسكربشن تحت، تخش فيديو جميل جدا. انا عايز افهمك ان انت لما بتخطط للاسبوع، الاسبوع دي الوحده اللي انت تقدر تتحكمها، اللي يعرف يخطط لاسبوع زي ما احمد ابو زيد قال يعرف يخطط لسنه بجد فعلا، ودي حقيقه. الوحده الصغيره دي تقدر تخليك تتحكم في السنه كلها. فانت لما تقسم السنه لاربع فصول او اربع تربع، وتاخد الربع الاول تاخد كل اسبوع منه الخطه بتاعته، هتلاقي نفسك انتاجيتك بتزيد. يعني مثلا ايه بقى، هتيجي تنزل بقى لتحت اكتر، هيبقى اهدافك اكتر. انا عايز في الربع الاول في الوحده الصغيره اللي هي بتاعت اسبوع واحد، طبعا احنا لو هنقول عليه 4 اسابيع 4 اسابيع 4 اسابيع، هنلاقي الثلاث شهور بتوع اللي هو الربع الاول بيدوني 12 اسبوع. ال 12 اسبوع دول انا بخططهم، بكتب الاسبوع الاول وبحط فيه اهداف، والاسبوع الثاني بحط فيه اهداف. انت كده بيبقى عندك القدرة ان انت تحط اهداف تقدر تتمكن منها، تعرف تعملها. وكل ربع ما بيخلص قبل ما تخش على الربع اللي بعده بيبقى اكنه بداية سنة جديدة، بتبقى ضغطة جديدة، بتبقى حققت اهداف اكتر، بتبقى سايب حاجات وراك بتبقى حاطط، ولو سايب حاجات وراك لسه ممكن تشفتها للربع اللي بعده. والسنة كده بتبقى بجد سنة طويلة، بس انت قادر تتحكم فيها، مش هي اللي متحكمة فيك، ومش بتحط خطة وبتهملها. وكل ما تخلص ربع من التربع دي هتبتدي تحط اهداف جديدة وخطط جديدة، وبتلاقي نفسك زي ما قلت لك انت متحكم اكتر ازاي تخطط للسنة بتاعتك. كل الفيديو ده تمام في السؤال بتاع ازاي تخطط، هي الحته الصغيره دي، هي الحته الصغيره دي، عشان انت الفكره ازاي تخطط، كل واحد هيخطط بطريقته. يعني انا مش هاجي اقول لك مثلا ايه خد الورقه دي خطط فيها، لا، خطط بطريقتك يا عم. عايز تكتب في ورقه، عايز تكتب في كشكول، عايز تكتب في كراسه، عايز تكتب على الحيطه، اكتب براحتك. هي الفكره مش ازاي تخطط الشكل بتاع الورقه ولا البتاع ده، الحاجات دي يعني هتلاقي فيديوهات على النت كتير، وهتلاقي فورمات كتير قوي على النت، ممكن خد نزل اي فورم اعمل زيها. انت عندك فورمات كتير، بس الفيديو هنا مش بيقولك ان انت تخطط بالطريقه دي، الفيديو بيقولك ازاي تخلي الطريقه دي فعاله في التخطيط. تمام. فيعني لو انت كنت مستني ان انا في الاخر اقول لك اصل بص دي خطه السنه بتاعتي، ومش بص دي خطه السنه بتاعتي، مش دي خطه السنه بتاعتي، انا بقول لك عايز بس منك ان انت تعرف تخطط، واللي بتخططه ده تعرف بجد تنفذه. عايزك تخطط واللي تخططه ده بجد تعرف تنفذه، تعرف مثلا عملت مهمتين 3 حطيتهم أولوية، خليتهم قابلين للقياس، بيفيدوا عجلة الحياة بتاعتي، أنا بنفذهم. طبعا زي ما قلت لك لو عايزين فيديو عن عجلة الحياة إن شاء الله نعمله فيديو قريبا عن عجلة الحياة، وتحط ضمن حاجات زي التخطيط. فانا عايزك تخطط عشان فعاليه التخطيط بتاعتك تساعدك ان انت تحقق اهدافك، وبجد اللي انت تخططه تعرف تعمله. وعشان اللي تخططه تعرف تعمله بجد بجد انت محتاج تلتزم بالقواعد دي، وان انت تبقى رؤوف مع نفسك وتطبطب على نفسك حتى لو معرفتش تعمل حاجه او ما وصلتش لحاجه. وبرضه عشان ما توصلش للمرحله دي زي ما بقول لك، انت لو التزمت بالحاجات دي صدقني 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 انت هتعرف تحقق اللي انت كتبته ده واهدافك. اقعد مع نفسك، عايز تعيد الفيديو عيده، كوبايه شاي كوبايه قهوه تاني، واقعد جيب ورقه فضي فيها كل حاجه، خد اولويات حطها، حاول تشوف كل جانب، كل عجله من الجوانب محتاجه ايه، ناقصها ايه، والله انا بعيد عن ربنا قد ايه، انا قريب من ربنا قد ايه، طب انا بعيد عن اهلي قد ايه، قريب من اهلي قد ايه، بعرف اجيب فلوس قد ايه. وتكون سنه مليئه بالانجاز والانتاجيه لو ان شاء الله بجد بجد عرفت تخطط سنه سعيده، وقسمت السنه 4 تربع والتزمت بالقواعد اللي احنا قلنا عليها، صدقني هتشوف في اخر السنه انتاجيه رهيبه. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. معلش لو طولت عليك وصدعتك، انا صدعت اساسا من التصوير، داخل لي في ساعه ونص بقى قدام الكاميرا، فانا صدعت قدام والله التصوير يعني، وحتى الاضاءه. فان شاء الله يكون خير، زي ما قلنا سنه سعيده، واسف لو طولت عليك، وشكرا على المشاهده لحد هنا. ولو انت وصلت لحد هنا انت بطل، صدقني ان انت تقعد لحد اخر الفيديو ده وتسمع الكلام ده كله، فانت عندك صبر، وان شاء الله يعني تعرف تحط خطة للسنة الجديدة تكون كويسة. ولو طبعا حد يعني عمل خطة للسنة وحب مثلا يشارك حد تحت في الكومنتات، فالكومنتات تحت برضه متنساش تعمل لايك، وزي ما قلنا سبسكرايب عشان عمو اليوتيوب يرضى علينا والله. يلا الحمد لله.